اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. كنا اتكلمنا قبل كده عن سكارلت سبايدر اللي هو بين رايلي. النهارده هنتكلم على سكارلت سبايدر تاني، هو كيم باركر. ناخد فكره عنه عن قدراته في الكوميكس. كيم باركر ده شخصيه تبع مارفل كوميكس. اول ظهور لي في الكوميكس كان في شهر اكتوبر سنه 1994. الكلام ده كان في العدد رقم 114 من سلسلة الكوميكس ويب اوف سبايدر مان على ايد الكاتب تيري كافاني. هو اول تجربة جيكل عملها لاستنساخ سبايدر مان. كان في انطباع في الاول ان التجربة نفعت ونجحت، بس مع الوقت بنشوف ان المستنسخ عنده تدهور في الخلايا، بقى مشوه وغير متزن عقليا. جيكل بيجيله خيبة امل فبيطرد المستنسخ ده. بيقرر ان هو يعمل واحد جديد، بيعمل بين رايلي، بيوهمه ان هو سبايدر مان الحقيقي، بيخليه يخش في معركة قصاد بيتر باركر. بعد المعركة دي ما بتخلص، بين رايلي بيعرف ان هو المستنسخ، بيجيله اكتئاب، بيقرر ان هو يسيب نيويورك. نورمان اوزبورن بيتلاعب بملفات بين وبيتر عند جيكل. كيم بيبقى مقتنع ان بيتر هو المستنسخ وان بين رايلي هو الاصلي، فبيقرر ان هو يروح ورا بين يشوف الاصلي ده بيعمل ايه في حياته. بعد كده بنشوف ان الخلايا بتاعته ابتدت تتدهور اكتر واكتر، وان هو ازداد جنان. بين بقى فيجيلانتي. كيم بيحب محققة شرطة اسمها لويس كينيدي، بيعرف انها فاسدة وشغالة مع مجرمين، كانت على وشك انها تموت بين. هو بيجي يموتها. بيعرف بعد كده ان اليزابيث اللي بين بيحبها هي هربانة من جريمة قتل. بيبتزها عشان تسيب بين عشان يتألم ويتعذب. هي بترضخ للابتزاز ده، وبالفعل هي بتزور وفاتها. بين رايلي بيرجع نيويورك بعد مرور 5 سنين عشان يزور انتي ماي اللي بتحتضر. كيم بيروح وراه. بين بيقابل بيتر، بيبقوا زي الاخوات، بياخد هواية سكارلت سبايدر. كيم بيبقى متضايق ان بين بيخش في حياة بيتر عشان شاف ان هو هيبوظها له، عشان هو مقتنع ان بيتر هو المستنسخ. بعد كده بنشوف ان بيجيله هاجس ان في حد هيموت ماري جين ويحصل لها محاولة اغتيال، فبيخش في موجة من القتل لاي حد هو شاكك فيه، فبيموت دكتور اوكتوبوس وجريم هانتر. بعد كده بيفكر ان هو يلزق جريمة قتل لويس كينيدي لبين رايلي عشان هما الاتنين عندهم نفس البصمات. بس جيس وات، بيتر باركر هو كمان عنده نفس البصمات، فبيتقبض عليه ومش بيكون عنده حجة غياب عشان في الوقت ده كان بيمارس مهام عمله كسبايدر مان. بيتر بيشك ان بين رايلي هو اللي عمل كده علشان ما كانش يعرف بوجود كين. بيهرب من السجن عشان ينقذ ماري جين، بيروح البيت بيلاقي فيه 3 نسخ منه هناك، بين رايلي وكين باركر ومستنسخ ثالث. بين بيقرر ان هو يسلم نفسه للشرطه ويقول لهم انا بيتر باركر، ثقه ان بيتر هيعرف يثبت البراءه. بيتر بيطارد كين عشان يخليه يعترف بالجرائم اللي هو عملها، بس بنشوف ان كين بيقول له استحاله، انت ليه مش فاهم؟ دلوقتي الاصلي بقى بعيد عننا، دلوقتي هنعرف نعيش حياتنا. بيتر بيبتزه ان هو لو ما دخلش يعترف بجرايمه، بيتر هيخش يقول قدام المحكمه ان سبايدر مان هو بيتر باركر. ساعتها بنشوف ان كين بيرضخ للابتزاز ده وبيخش للمحكمه وبيعترف بكل حاجه. بيتر باركر بيبطل يبقى سبايدر مان لفتره مؤقته عشان ماري جين حامل. بنشوف ان بين رايلي بقى هو سبايدر مان. كين بيرجع اليزابيث ليه عشان يقضوا وقت حلو، علشان بعد كده لما يجي ياخدها منه هو يتعذب ويتألم. شرير قوي كين ده. بيخطفها ويبلغ عنها الشرطه، وبعد كده بيفجر مطعم هما الاتنين كانوا موجودين فيه. بين رايلي بيتحايل عليه لو سمحت سيب اليزابيث تعيش. بعد كده بنشوف ان كين بيفكر وبينقذهم هما الاتنين. بيقول لبن انا عندي طلب عايزك تعمله. قال له ايه هو؟ قال له انا عايزك تموتني وتريحني من العذاب اللي انا فيه. بن رايلي بيرفض. بعد كده الشرطه بتضرب نار على كين. بن بينقذه. كين بيتضايق بيقول له انت ليه سبتني اعيش؟ وبعد كده بيقتنع بكلام بن ان هو المفروض يسلم نفسه. بعد شويه بيهرب وبيدور على واحد اسمه رابتور. رابتور ده بيدور على بن رايلي عشان ينتقم منه. رابتور بيقول لكين انت لو ساعدتني ان انا الاقي بن رايلي انا هساعدك واعالجك. بعد كده بنشوف ان هو بيبيع سبايدر مان، بيعرفه هويته الحقيقيه ان اسمه بيتر باركر، وبيعرفه اتصاله ببن رايلي. بيبيع الناس كلها يعني. وبعد كده بنعرف ان رابتور كان بيضحك عليه وبيشتغله، وان هو مش هيعالجه ولا حاجه، فكين بيموته. بيعرف بعد كده الحقيقه ان بيتر باركر هو الاصلي وان بن رايلي هو المستنسخ. عيال كريفنز هانتر في الوقت ده كانوا بيصطادوا العناكب، بيهاجموه، بيقولوا له انت مش سبايدر اصلي، احسن عقاب ممكن نعمله لك ان احنا نسيبك عايش. كيم بيروح لبيتر باركر يعرفه الوضع، بيتر بيعالجه وبيساعده. كيم بيحلق شعره ودقنه. بعد بنعرف ان عيال كريفنز هانتر بيدوروا على سبايدر مان الاصلي عشان يموتوه، عشان يرجعوا ابوهم على قيد الحياه. بالفعل بيمسكوا سبايدر مان بيموتوه. كريفن بيرجع بس بيحس ان في حاجه غلط. بيشيل القناع من على وش سبايدر مان ويطلع ان ده كان كين ضحى بنفسه من اجل انقاذ بيتر باركر. بعد ما الايفنت ده بيخلص بنشوف كين بيتدفن. جيكل بيرجعه تاني على قيد الحياه، بيقول له اصحى يا ترنتولا. بيلاقي نفسه عنده عيون ورجول كتير جدا. ترنتولا ده نوع من انواع العناكب بيجنده في جيشه. بيجي سبايدر مان بيتر باركر بيمسكه يرميه في حوض فيه دواء وعلاج. هو مش بس بيخف من ترنتولا، لا ده كمان الخلايا بتاعته بتستقر. بعد كده بيسافر حوالين امريكا، بيروح تكساس، بينقذ بنت من الخطف. بعد كده بيحس ان واجبه ان هو يحميها، بيتصدى للشرير. بيلبس بدله لسبايدر مان لونها قرمزي. بعد كده بيقرر ان هو يفضل في تكساس ويبقى البطل بتاعهم.
والمحليين بيسموه سكارلت سبايدر. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته. هي ايه قدراته؟ زمان قدراته كانت اكبر بكتير جدا من قدرات بيتر باركر لغايه لما الخلايا بتاعته استقرت. دلوقتي بنشوف ان القوه البدنيه، القدره على التحمل، السرعه، ردود الافعال، خفه الحركه، اطلاق الشباك، الهيلينج فاكتور، كلها في نفس المستوى بتاع بيتر. هو كمان عنده حاجه بتميزه اسمها مارك اوف كين، ودي لمسه منه لو حطها على جسم اعدائه بيحرقهم وبيسيب بصمه منه. هو كمان كان زمان كان عنده قدره بتخليه يشوف لمحات من المستقبل، بس القدره دي ما بقتش عنده خلاص. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على ظروف الاعمال الفنيه. هو ظهر في مسلسل الانيميشن التيميت سبايدر مان، وظهر فيلم الانيميشن سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس اللي نزل السنه دي، وظهر في 3 العاب فيديو جيمز. بس كده، دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها على سكارلت سبايدر كيم باركر. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت كنت تسمع عنه ولا لا، ايه رايك في الشخصيه دي. احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، لو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.